إننا في قوى الأمن الداخلي كنا وما زلنا العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن. فرجوني على سجن الصيدناي. أنا اغتصبت 9 بنات وأنا شاركت بأعدام. هناك أماكن لا تذكر في الحكايات ولا ترسم على الخرائط ولا تنسى في الكوابيس. 710 ما هدروه منطقة الكلى. تحية أنا داود من ريف حمص الغربي خربة تينو. أنا رمضان علي عيسى من ريف حمص خربة تينو. فرست على سجل صيدنايا ب1/7/2019. اجت الموافقة على 227 فرع المخابرات الجوية مشان انزل على محكمة الميدان. بعد فترة اجانا حكم اعدام 6 اشخاص وانا شاركت باعدام. كنت اخدم بسجل صيدنايا الأحمر. خدمت فيه 1 و6 شهور. كانوا لا يكتفون بالأوامر بل يتلذذون بالألم. عيونهم جامدة وقلوبهم كالصخر، وكأن الرحمة لم تطرق أبوابهم يوما. كنا ناخذ العالم من على الغرفة نعلقهم بالجنازية. كنا ننوب عليهم 5 أو 6 أشخاص نضل نقتلهم لحتى يموتوا. في منهم كنا ناخذهم على المفردة نتركهم 4-5 أيام من دون أكل وشرب مشان بس نعدمهم ما يطلع ريحتي. وقت تنفيذ حكم الإعدام كنا نشغل الشوفاجات لأنه صوت الشوفاجات هو عالي فبيغطي على صوت الصياح. أكبر عدد شفته بالجنزير 200 شخص. كان يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه نحطهم بالسيارات وياخذوه على مشفى حرستا يحطوا لي الأرقام وأنا نعرف بقى شو بصير. بالطابق السفلي كنا نسمع صوت مواقف لينزلون على الإعدام. كان ملازم يجي ويعطي إبرة للموقوف المريض، بعد ربع ساعة يكون مات الموقوف. شوف في جوات الإبرة أبارة. يمشون في الممرات الثقيلة يتفقدون أجسادا مهدورة لا ليرفعوا بها بل ليجدوا موضعا آخر يجلدونها. 710 تعالوا للحوار. بسنة 23 الشهر الثاني خدنا 130 واحد على الإعدام. قتلناهم وجبنا السيارة خلينا المساجين يحملوين وخدناهم على مشفى الشريك. كنت قدم طلب لمدير السجن من قبل مساعد محمد إبراهيم يجيب لنا بنات لعندي نغتصب ونقتلهم. أنا اغتصبت 9 بنات. كل فترة كنت أطلب من مساعد مدير السجن يجيب لي بنات لعندي على غرفة نغتصب ونقتلهم. صيدنايا ليس سجنا بل مقبرة الأرواح الحية، وجدرانه ليست من حجر بل من خوف متراكم وأسماء نسيت خلف القضبان. أنا أحمد خالد محميد بتاريخ 19/4/2013 توقفت بسجن صيدنايا العسكري. المدعو ماهر درويش كان من ضمن ال 12 عسكري اللي كانوا يستقبلوا الناس تحت بالتعذيب وبالقتل وبالضرب وبالإهانات. فوتونا على غرفة هاي بتشلحوا ثيابكم فيها وكذا وبياخذوا أسماءنا ونحن طالعين لفوق على بناء التفتيش بناء الفوقاني. كمان بيطلع معنا من ضمن السيارة براد، يعني ياخذونا براد اسمه براد السجناء، ياخذونا لفوق يفوتونا على الغرفة. هون ببلش حفلة التعذيب والقتل موت. في ناس تموت وناس تتحمل القتل، ناس ما تتحمل. معنا كان كبار السن ما يحسنوا يتحملوا القتل، كان يموتوا بين دياتهم كتر التعذيب كتر القتل. ذكرتني ولا ما ذكرتني؟ بالتفتيش وبالحلاقة وبالزيارات مشان تفوتونا على صالة الزيارات صاروا تعجقوا علينا سامع صوت. بعد ما فتنا على البناء الأبيض، البناء الأبيض هذا بناء مشان يفرزونا على باقي الأجنحة. في جناح الأحمر، جناح الأبيض، جناح بيقولوا له هذا جناح الأسود، هذا الضباط ما بعرف شو هو. هذا من ضمن الاستقبال كان يستقبلنا، وهو كان سجان ومن ضمن الاستقبال، يعني كان عنده مهمتين. كنت موقوف أثناء توقفت أنا وأخوي عبد الله أخوي كان معه مرض مزمن، مرض ربو، التهاب قصبات، التهاب صدر. ياخذ بخاخ يضربه مثلا كل ما يدق الباب على ماهر ولا غير ماهر ولا اي حدا ليك يا حضره، كان يقولوا جوا حضره، بيقولوا يا حضره بدنا بخاخ يضربه الشخص الفلاني هيك عم يموت، خليه يموت، خليه يفطس، ومسبات وكفر واهانات وذل. ما نسترجي، خلص نسكت نرجع. لفتره 2-3 اخوي الله يتقبله استشهد جوا بالمعتقلات بسجن صيدنايا العسكري، وكان سببه هذا الشخص ماهر درويش وشخص دكتور اسمه سومر. هو دول الاشخاص الاثنين هن اللي سببوا الله يرحمه ويتقبله. تتذكر شو كنتوا تضربوني؟ بالهرواني ونبريج اخضر براس كور وقصبة طرمبة مي، قصبة حديد صب ملحومة براسها مبسطة و3 شوكات. هاي مشان يطلع العظم معها بقرصوا العظم طرف. كانت مع محمد برة. كانت مع محمد برة. نعم. انت بريء مالك ولا؟ مرة من المرات
جاب لنا قصعة شاي، ما هو طبعا في صخرة كانوا من الدفاع الوطني، يجيبوا لنا الأكل، يجيبوا لنا قصعة الشاي كل نهار خميس. مرة من المرات هذا الشخص ماهر درويش بول، انتوا أكبر قدر، بول بقلب الشاي مشان نشربه هو والبول بقلبه، صح يا ماهر؟ صح. المهم بعد ما بول وصار يسب علينا ويكفر ويسب ويحرض ومدري شو ويشيل ما خلى مسب علينا. الماء بده يشرب بده يطلع لبرا على الكبل 400 كبل على اجره، الما بيشرب هذا البول والشاي لبرا على القتل. اللي حرام الناس تخاف من القتل وتعذيب، لا بنشرب والله بعين. صارت الناس يا حرام تشرب، صار كله شربنا بولو، هذا الشخص شربنا بولو. رغم التحديات التي نواجهها من تطور للجريمة بكافة أساليبها، إلا أن ذلك لم يثننا عن ملاحقة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري الثائر، وضمن خطة متكاملة وعمل استخباراتي ورصد مسبق وتنسيق عال بين وحداتنا الأمنية. تمكنت وحداتنا في منطقتي الحول وتلكلخ من إلقاء القبض على عدد من المجرمين المتوارين عن الأنظار، وهم من السجانين الذين ارتكبوا المجازر بحق أهلنا في سجن صيدنايا. حيث كانوا يحاولون الفرار خارج البلاد، فتم اعتقالهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. رسالتنا واضحة: الأمن هو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات، وهو مسؤولية الجميع، ونحن في قوى الأمن الداخلي لن ندخر جهدا في حماية كل فرد على هذه الأرض الطيبة، لكننا بحاجة إلى وعي مجتمعي ينكر الجريمة ويسهم في مكافحتها ويمنع التستر على المجرمين. لا تسامح مع من يعبث بأمن الوطن والمواطن. مهمتنا القضاء على الجريمة بكافة أشكالها، وستبقى قوى الأمن الداخلي الحارس الأمين لحفظ أمن الوطن والمواطنين.